يعني أستاذ طارق، يعني نتحدث انه مباراة كبيرة ودائما التعاون ما يحرج الكبار. أول بسم الله الرحمن الرحيم. ما عاد كل مباريات كبيرة، ما عاد في مباراة صغيرة، بالذات في دوري زين. فرق كلها بتأدي، اللي يعني بيحاول يحافظ على كل واحد، بيحاول يحافظ على مركزه. والتعاون طبعا يمكن كانت نتائجه سيئة، يحاول نشرد من القاع. فالمباراة كبيرة طبعا، مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، ومهمة جدا أيضا بالنسبة لنادي التعاون. فالفريقين عارفين هذا وحريصين على أنه كل واحد يقدم أقصى ما عنده. ونتمنى تكون مباراة نظيفة، ومباراة إن شاء الله تنتهي كذا بروح الرياضية عالية إن شاء الله. عند دخولي لأرضية الملعب، أحد الجماهير قال أنه الاتفاق، الأنصار أعطى درس مجاني للفريق الأهلاوي مباراة أمس. الأنصار والاتفاق أعطى درس للفريق. واحد واحد. مش علاقة هذه في دي يعني. انه يعني لازم الفريق الاهلاوي يقدم مستويات. يمكن الفريق الاتفاقي امس لاحظناه يعني ما قدم شيء، تعادل في الدقائق الاخيره. هذه كرة قدم يا ابن الناس، هذه كرة قدم، كل الفرق كويسة، ما في فريق. الكرة اللي تعطيك قد تكون ما هي في يومهم. الفريق الاتفاق فريق كبير، وفريق الأنصار فريق مجتهد يبغى يحقق نتيجة إيجابية، يحقق أول نقطة حققها في هذا الدوري. وطبعا احنا لاعبتنا واعيين على هذا الشيء من أول مباراة. كل مباراة بالنسبة لنا تعتبر مباراة مصيرية، وتعتبر هي مباراة بطولة، لأنه في دوري تخسر أي نقط بتأثر على مسيرتك، ونحن نحاول نحافظ على مسيرتنا، وحنجتهد على هذا الشيء. وإن شاء الله حنقدم مباراة تكون ترضي جماهير الأهلاوية اللي حاضر من جدة، والجماهير اللي تتابعنا في التلفزيون، وجماهير الأهلي كبيرة في المملكة كلها لها طموحات، ونحن إن شاء الله نتمنى أن نحقق هذه الطموحات. ظهر على السطح بأن لجنة الاحتراف لم تقبل الأسماء الجديدة في الفترة الأخيرة بسبب الكابتن سلطان الدوسري. لا سجلناهم، وحيلعب عقيل داخل في التشكيله اليوم، وجاتنا موافقه التسجيل كله، وانتهى. ما عندنا مشكله مع لجنه الاحتراف، وممكن تسال لجنه الاحتراف. سلطان الدوسري استلم حقوقه، ناديه استلم حقوقه، كلهم ما في عندنا اي مشكله، وسجلوا اللعيبه حقهم. ماذا عن الكابتن محمد نعم، ماذا عن الكابتن محمد الصايغ وبدر الخميس؟ لغايه الان ما عندي جواب لك، لانه ما هذه امور لسه انا ما نتكلم فيها. نتكلم على مفاوضات. والله هذا الكلام. صارت مفاوضات مع بدر الخميس، ولكن ما تنتهي، حتى لانه كان مشكله التعاون رفضها في الفتره الحاليه، ولكن ما زالت هناك اتفاقيات ومفاوضات، وعندما ينتهي 6 فبراير حتكون انتهينا من المفاوضات، الا اذا في مفاوضات حتبان، واذا ما في مفاوضات حتبان. في الصحف الأجنبية يظهر ابن مدير الجهاز الفني في الفريق الأهلاوي يارو ليم، الكابتن مدرب أو لاعب منتخب تشيك ديفيد يارو ليم، بأنه سوف يكون متواجد في النادي الأهلي. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. انت اظن تقرا منتديات، ما بتقرا صحف. صحف أجنبية هي من ذكرت هذا الموضوع. ما مر علي ولا صار اي كلام من هذا الكلام، ولم يعرض هو حتى لاعب بابنه علينا يعني، ولا اعرف انه ابنه بيلعب في اي فريق يعني حتى الان. الأهلي متحسس في الإعلام؟ لا، الاعلام هذا شريك، والاعلام بالعكس الناس كلها يعني. الاعلام شريك في اي مناسبات، في الفوز، في الهزيمه، في الانتقادات، في المدح. بالعكس الكره بدون اعلام لا شيء. شكرا لك. اهلا بك. إذا هذا كان حديث المدير